الغلة وحلويات الغلة. سمك المراية اللي مجنن الصيادين، اللي بيطلع يسرق منك الغلة وما ياخدش الحبايتين اللي في السلاح. تابع معايا وان شاء الله هخليك تاخد منه خير كتير بإذن الله. تابع معايا. السلام عليكم، معاكم اخوكم ايمن عرفة. ان شاء الله مكملين في سلسلة تعليم صيد الغلة. ان شاء الله هكلمك في الفيديو ده اهم نقطة، الصيد في المية الكاشفة او الرايقة، والمية المعكرة، والمية الملبنة او المصبنة، الناس بتقول عليها مصبنة. بص يا اخويا يا حبيبي، هات كده يا محمد المية. هتيجي تصطاد هتلاقي المية دي على 3 حالات: يا مية معكرة الكراكة شغالة، يا مية ملبنة، يا مية رايقة كاشفة. واسوأهم المية الكاشفة. تعالى كده يا محمد، اسوأ مية فيهم هتعكسك في الصيد المية الكاشفة دي، خليها في الاخر عشان فيها تفاصيل كتير. طيب هنيجي اول حاجة في المية المعكرة. لو جيت ولقيت الكراكة شغالة، غالب الصيادين هياخد بعضه ويقوم. ليه؟ بتبقى المية دي عبارة عن تراب، صفرة كلها تراب، فانت من اول وهلة كده مش هينفع تصيد، لم وامشي. وده حال صيادين كتير. انا هقول لك عن تجربة شخصية ليا، عشان كده بقول لك ان الصيد ده تراكم خبرات. من حوالي 5 سنين كنت بصطاد على نفس الميه دي بتاعت العبقريه، بس قدام المكنه، قدام محطه الرفع. وجيت الصبح لقيت الكراكه شغاله. الميه دي عباره عن تراب، شفت لون الطحينه الاصفر ده كده، بنفس المنظر ده كده. انا طلعت قلت هكمل اليوم قاعده وخلاص بقى، مش في دماغي. عملت مرايتي وقاعد. قعدت من حوالي الساعه 6 ونص، زي دلوقتي باجي في الميعاد ده كده. قعدت من 6 ونص لحد الساعه 11. الريشه دي ما اتحركتش، بدون مبالغه الريشه دي ما اتحركتش. انا الحمد لله عندي صبر بقعد قاعد. طول ما انا قاعد بس عمال ارمي فين قدام المرايه غله. طول ما انا قاعد كده عمال ارمي، ما باخدش سمك ولا الريشه اتحركت. والله العظيم ده حصل معايا. اليوم ده جه لحد الساعه 11 الظهر او 11 ونص بالظبط. بعد كده ما شاء الله تبارك الرحمن، خدت احسن صيده خدتها بالغله في حياتي. ومية خدت ذكر مسميه بدروس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ذكر من بتاع زمان ده، كنت مسميه بدروس. فدي تجربه ليا مع الميه المعكره. فانت لو جيت لقيت الميه المعكره موجوده الكراكه شغاله، نصيحه ما تمشيش، اعمل مرايه وطول ما انت قاعد ارمي. لو الفله اتحركت معاك واشتغلت، اشتغل على عيار قصير قدام المرايه على طول، لان كده كده السمكه هتطلع على اول البر، هتاخد اول غلايه من اول. لو على التراب هتاخدها، لان الميه ما امان، السمكه واقفه هتاخدها من على المرايه. اشتغل على عيار 50 سم 60 سم بالكتير قدام المرايه، ده في حاله الميه المعكره. طيب هتيجي تاني ميه، الميه الملبنه، ودي افضل ميه لصيد الغله. اللي هي هتيجي تبص ترمي المرايه، يا دوبك هتشوف تحت المرايه بحوالي 40 50 سم، بعد كده مش هتشوف حاجه. دي افضل ميه. ليه؟ السمكه بتطلع تاخد على المرايه وهي مش مكشوفه. الميه بيقولوا عليها ملبنه، يا دوبك تشوف من بعد الجرف بحوالي 40 سم، بعد كده ما تشوفش حاجه. دي افضل ميه بقى تشتغل بالطبيعي بتاعك. اعمل عيار متر مثلا وترمي قدام المرايه وريشتك والشغل العادي خالص. دي افضل ميه لصيد الغله. هنيجي لتالت ميه، ودي المهمه اللي فيها تفاصيل كتير: الميه الكاشفه او الميه الرايقه. دي اللي عايزه بقى ايه؟ شويه فنيات. هتيجي تبص على الميه تلاقي الميه مثلا خاسه ورايقه، ممكن تبص لتحت متر ونص او 2 متر هتلاقي الارضيه كاشفه تحت. هنا هتعمل ايه؟ السمكه هتبقى في قلق، مفزعه، مش هتاكل معاك. وده الناس يقول لك ايه؟ الميه خاسه، الميه رايقه، ما خدش سمك. هنا لازم ايه بقى؟ الصياد يشغل دماغه. جيت لقيت الميه كاشفه وخاسه رايقه جامد ونازله، شايف تحت متر ونص مترين، قدامك طريقتين هتشتغل بيهم. اول حاجه هتسقط المرايه بتاعتك تحت شويه وتشتغل قدامها، يبقى الغلايتين بتوعك في اول الغرق. ده غالب الناس ممكن هتشتغل بنفس الطريقه كده. هتسقط المرايه لتحت شويه وتخلي الغلايتين ينزلوا في اول الغرق، وتراعي ان انت ما تقعدش في وش الدور. دي اهم نقطه في الميه الكاشفه. تيجي تقعد ما تقعدش في وش الدور. في وش الدور قاعد ترجع قعدتك ورا، قريب من الميه تقعد بالجنب، ما تقعدش في وش الدور. دي اول طريقه. تاني طريقه دي خاصه بيا انا بفضل الله يعني. لما تبقى الميه رايقه كده انا بحبها بقى. ليه؟ بروح جاي عامل مرايه عاديه وراجع ورا متداري وبشتغل عليه لطش السمك ده، لان انا ببقى مظفر الدور بتاعي بيطلع له سمك كتير، باخد منه احلى خير لطش بطريقه معينه. تابعني بالفيديوهات الجايه هتتمتع وهتمسك احلى سمك ان شاء الله.
طيب هوري لك تريكايه دي خاصه برضو بالعبد لله. لقيت الميه رايقه هتعمل ايه؟ واضح كده معايا يا محمد؟ بص يا اخويا حبيبي، هتيجي على الخيط بتاعك الشعر اهو، تمام؟ ادي المدور بتاعك مثلا او الرصاصه، هتيجي بعد منها وهتروح جاي جايب رصاصه شريط، هتروح جاي حاطه فين؟ حاطه على الخيط. ركز معايا عشان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. هتحط حته هنا كده مثلا، وهتروح جاي حاطط حته فين؟ قبل الريشه. تمام؟ تمام. هتحط حتتين رصاص شريط خفاف، وهترمي. هات كده يا محمد وانا برمي عشان الموضوع ده مهم جدا، ركزوا معايا والله هيفرق معاكم في الصيد والميه رايقه. بص يا اخويا حبيبي، هتروح جاي رامي رميتك عادي على حسب منسوب الميه عندك. بص رامي كده وساحب الريشه بتاعتك. الريشه بقى عايز ابين الريشه واقفه فين يا محمد. بص يا جماعه الريشه واقفه فين؟ اهي اهي. وضحت الريشه واقفه فين يا محمد؟ تمام. تمام. هنا اصبح فين؟ ريشتك بره خالص والخيط بتاعك نايم على الارض. تعالى كده يا محمد، لا تعالى هاتنا انا كده. هنا الريشه بتاعتك انا ساعات والله بحطها على التراب عشان الميه الكاشفه او الرايقه اللي بيعاكس السمكه الخيط والريشه او الفله، دول اللي بيعاكسوا السمكه في الميه الكاشفه، لان هي طالعه خايفه مش حاسه بامان، فدماغ البولتي هتلاقيه دايما بيبص لفوق. ما تصغرش سلاح، ما تصغرش سلاح، السلاح ما بيشغلش السمكه لانه نايم على الارض وهي بتاخد وبتجري، هي عينها على الغلايه مش على السلاح. اللي تركز فيه صح زي ما بقول لك كده، ان الخيط تنيمه على الارض والريشه بتاعتك تسحبها على اول الجرف. اظبط عيارك وحط حتتين رصاص ينيموا الخيط على الارض وادعي لي. ده اللي هيفرق معاك فين؟ في الصيد في الميه الكاشفه او الرايقه. ده عن تجربه وتراكم خبرات كتير. انا ساعات الريشه دي في اوقات كنت بحطها على التراب، وكنت باخد السمك ده من على المرايه على عيار 50 60 سم والميه كاشفه. بس تراعي اللي بقول لك عليه، نيم الخيط على الارض بحته رصاص شريط وترجع ورا، تطلع السمكه مش شايفاك، هتاخد احلى سمك. ودعواتكم وان شاء الله مكملين في الفيديو. ربنا رزقنا بحاجه النهارده عشان ان شاء الله الفيديوهات الجايه اصور لكم خير كتير. لان الطلعه اللي فاتت بدا السمك يطلع معايا على المرايه، خدت شويه سمك حلوين. ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب النهارده اصور لكم شويه سمك حلوين باذن الله. طالما السمك حاضر معايا على المرايه هنا، انا بفضل الله ربنا بيرزقني منه. فان شاء الله النهارده باذن الله باذن الله هصور لكم سمكتين حلوين. وسامحوني على موضوع التصوير، انا جايب معايا في الشنطه والله الحامل بحطه جنبي هنا، بس انا بصور عايز القط ايه، بلقط لكم سمكتين ولا حاجه البطاريه بتفصل. انك تفضل معلق الفيديو ده عشان تجيب السمكه في الميه البطاريه ما بتقعدش، فتيجي تقرب تخلص بقى جاي مصور السمكه وهي فوق كده لقطه سريعه. فسامحوني لو التصوير مش احسن حاجه، لان انا في الحاجات دي معلش الفنيات دي على قد شويه. انا بركز ان انا اوصل لك المعلومه. حته بقى الاكشن والحركات اللي بيحبوها الصيادين دي مطلوبه، بس الاساس يا جماعه في الفيديو او القناه ان انا اعلمك. لو اتعلمت ومسكت السمكه اللي انا مسكتها دي، الدكر اللي بيتعارك في الميه ده، هتتمتع 1000 مره من اللي بتشوفه في الفيديو. الدكر ده وهو بيتعارك في الميه على ايدك دقيقه في يوم الصيد. فانا بركز ان انت تتعلم وتعيش المتعه الحقيقيه صح وانت بتصطاد. تمسك سمك كبير هتتمتع. ودعواتكم ان شاء الله. اول رميه باول حته حجاري ان شاء الله. النهارده هيكون متفائل النهارده في اليوم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. المرايه وجمال المرايه. سامحوني ما عرفتش اجيبه هو في الميه المجرم ده. ده حرامي الغله، ده اللص اللي بيطلع يسرق منك المرايه وما ياكلش السلاح. خليك معايا وهخليك تقبض على العصابه دي المجرمين دول. انا مسميهم الحراميه، بيطلعوا يسرقوا غله المرايه زي اللصوص. فالمجرمين دول ان شاء الله هبهدلهم السنه دي. دعواتكم ان شاء الله يا جماعه. ان شاء الله الغله هتبتدي تتحرك الايام الجايه دي باذن الله.